حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وعايز تشرب مش لاقي ميه، وعايز تشرب من الميه دي مش عارف تشرب من الميه دي، ميه ملح. تقول ايه؟ طب يا ربنا يخليك لنا يا مزرعة الغلاب. ربنا يخليك لنا. اهلا وسهلا بكم، تحياتي للجميع، رمضان كريم عليكم. عايزه اوجه رساله واستغاثه الى محافظ بني سويف الجديد اللواء عبد الله. الاول بنهنيه فريق قناه بني سويف اونلاين ومذيعه الغلابه. بقدم التهنئه لتولي منصبه كمحافظ لبني سويف. اختيار صائب للواء عبد الله، فهو جدير بذلك، وذلك ان احنا بنتابع على ارض الواقع يعني تطور ملحوظ من حضرته منذ توليه محافظا لبني سويف. جهد لا يكل ولا يمل ما شاء الله، يعني بيتابع العمل الميداني باستمرار. فانا بوجه ليه كل الشكر وكل التحية وبالتوفيق ان شاء الله. بوجه استغاثة من مديرة شركة المياه، استغاثة لمديرة شركة المياه بمحافظة بني سويف. انقطاع المياه في منطقة الشرق من أول اليوم لآخر اليوم، هي المياه بتنقطع باستمرار، ولكن سكان الشرق بنعاني من انقطاع المياه باستمرار. احنا في شهر رمضان والنهاردة المياه كانت منقطعة طوال اليوم. أغلب الناس طلعت اشترت مياه معدنية عشان يفطروا، أغلب الناس طلعت جابت فطارها من المطاعم. يعني أغلب يعني أبسط ما يكون إن الناس يعني المية دي يعني منقطعة 24 ساعة. طب اطلعوا قولوا لنا إيه السبب؟ ايه السبب الرئيسي ان منطقة الشرق كلها طوال اليوم وكمان في شهر رمضان المياه منقطعة؟ اولا البيش مهندسة دينا اللي حصلت على المأمونية، شهادة اسمها المأمونية كأفضل رئيسة شركة مياه على مستوى الجمهورية محافظة بني سويف، ولكن للأسف هي ليست بكفاءة ولا تستحق هذه الشهادة، لأن المياه على طول باستمرار بانقطاع من ضمن القرى والعزب اللي بتجيلنا منها شكاوي. وبالفعل رحنا على أرض الواقع سجلنا منها قرية الورشة، عزبة الورشة دي المياه بالمرة بمحافظة بني سويف. الناس بتشتري المية من يعني بعد مسافة كبيرة جدا. كمان عزبة تجمع فؤاد برضو الناس بتشتري المياه. عزبة في قرية اسمها قرية بني حلة بمركز سموسطة برضو الناس بتشتري المياه. قرية المنشية، عدة قرى ناس كتيرة بتعاني من انقطاع المياه باستمرار. فمديرة شركة المياه بمحافظة بني سويف ليست بكفاءة ولا جدارة باستحقاق هذا المنصب، فلا بد من إقالتها وتعيين حد يكون يعني يباشر أعمال الناس وهي عدم انقطاع المياه. لو في عطل فني او تصليح حاجه ماشي ما فيش مشكله، ده امر طوارئ وبيستدعي ذلك، انما باستمرار انقطاع المياه ونبعت للبيش مهندسه لا دون جدوى ولا بتسال ولا بتتابع. فلابد من اقالتها وتعيين حد يكون جدير بهذا المنصب ويراعي يعني مصالح الناس، لان يعني المية دي هي كل شيء. الناس بتستخدم يعني احنا في شهر رمضان الواحد مش عارف يقول ايه ولا يعبر يقول ايه. فيعني لابد من إقالة مديرة شركة المياه بمحافظة بني سويف، لان الناس بتعاني في منطقة الشرق بانقطاع المياه باستمرار. عزبة الورشة الناس تشتري المية، عزبة تجمع فؤاد الناس تشتري المية. طيب بتطلع لك فاتورة، الفاتورة وهمية، انت المفروض تدفع الفاتورة اذا استخدمت يعني على قيمة الاستهلاك. طيب انت ما استخدمتش قيمة، ما فيش قيمة استهلاك، اذا هنا المفروض ما تطلعش فاتورة، لا بتطلع فاتورة عشوائية. كمان بنوجه رسالة للجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، التفتيش المالي والإداري بمحافظة بني سويف، لان فعلا في استخفاف بحقوق الناس، وهي ابسط حقوق اللي هي المياه. انقطاع 24 ساعه المياه منقطعه. فده يعني
شيء يعني صعب جدا. فيا ريت يعني استغاثه لمحافظ بني سويف اللواء عبد الله باقاله مديره شركه المياه بمحافظه بني سويف. انت لست بجداره ولا كفاءه بهذا المنصب. الناس بتعاني. يعني ايه نروح نشتري ميه عشان نفطر، نشتري مياه معدنيه عشان نفطر، نشتري مياه عشان نسوي بيها الاكل؟ ده كلام. احنا مش قاعدين في الصحراء، ده حتى اللي قاعدين في الصحراء يعني بيكون متوفر لهم مياه. فيعني ده ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي.